خدمات الأفراد والتجار. فيديو سريع: انزل اشتري ذهب دلوقتي. عوامل كتير. أول عامل: البنك الفيدرالي قلل الفايدة، خلاها 25 نقطة، وانخفاض العائد على السندات الأمريكية. في علاقة عكسية بين الدولار والذهب. الذهب هيزيد عشان الدولار قل أو قيمته ثبتت، فكده الذهب العلاقة العكسية، فالذهب هيزيد عالميا. تاني حاجة، عندنا الذهب حتى هو مش هيزيد أو زاد جنيه، كل جنيه هيزيده الدولار بيقابله 53 جنيه زيادة في الذهب، يعني الزيادة مرتين. عامل تاني: العلاقة بيننا وبين روسيا بقت هتتعامل من غير الدولار، مبادلة بالعملة المحلية بتاعت كل البلدين. غير ان مجموعة البايركس، روسيا والصين والهند والبرازيل، هيبدأوا يعملوا اكتفاء ذاتي والتبادل التجاري بينهم بالعملة المحلية بتاعتهم. ده هيقلل الاعتماد على الدولار. في الفترة المؤقتة اللي احنا فيها، الصين اكتر ناس بتتضايق لما الدولار قيمته بتقل. دولة مصدرة عايزة تفضل العملة بتاعتها اقل من العملة بتاعت الدولار عشان تصدر اكتر، ومعنى كده ان هي تزعل، ودي فترة مؤقتة الصين بتتعامل بيها، وبعد كده لغاية ما تلغي العملة. لكن هي تعتبر من خدام الدولار في العالم رقم واحد، رغم ان هي بتكره الدولار، بس لان الدولار العملة اللي بتتعامل في النفط وتتعامل في كل اشكال الحياة مختلفة. كل تفكير الدول غير امريكا، الصين وروسيا، البرازيل، الهند، ان هم يقللوا الاعتماد على الدولار باي طريقه كانت. لكنه في الوقت دوت هم بيدعموه، لان هو ده مقياس الاستيراد والتصدير والتعامل بيه مع كل الدول وفي كل النواحي. لكن هيجي وقت هيلغوا التعامل بالدولار، ومبدئيا هو بيحاولوا يلغوه جزء في جزء لغايه ما نهوه خالص، ومش عارفين العمله اللي هتطلع بعد كده هتبقى ايه. ممكن تبقى الذهب، هل ممكن في عملة هيعملوها؟ هل اكيد في تصرف تاني؟ وفي اللحظة ديت اقدر اقول ان دي نهاية امريكا. امريكا مسيطرة عن طريق ان التعامل في كل شيء عن طريق الدولار. لما ينتهي التعامل بالدولار امريكا هتنتهي. افضل استثمارات في الذهب والدولار. هتقول انت بتناقض نفسك؟ لا، سريع ان انت تتصرف في الذهب والدولار، غير العقارات وغير الشهادات وغير السندات. فاسرع طريقتين الذهب والدولار. طب الدولار متذبذب وطالع ونازل ومرتبط بقوة امريكا الاقتصادية اللي هي الى زوال. لكن الذهب في اي وضع وفي اي مكان هو ملاذ امن. زي ما قلنا من مارس 2022 لمارس 2023 الذهب زاد 100%. الفايدة بتاعت البنك، حتى الفلوس اللي هتتصرف 18%، كانت الفايدة كانت 18%. يعني الذهب زاد 5 أضعاف. أرجع أقول إن الذهب استثمار على المدى الطويل. أنت ممكن تشتريه النهاردة، بكرة يقل 20، يقل 40 جنيه، يقل، لكن على بعد سنة هتلاقيه ضاعف. وفي طفرة في سعر الذهب يعني في نص 2023 طفرة بسيطة، وفي طفرة كبيرة في سنة أوائل 2024. اشتري ايه في الذهب؟ اشتري سبائك من اول 100 جرام لغايه 1000 جرام، مصنعيه معدومه، واكون مغلف. او اشتري جنيه واتاكد ان هو برضو مغلف، واتاكد ان انا باخد فاتوره مش باخد بيان اسعار مكتوب عدد الجرامات، واتاكد من عدد الجرامات على الجنيه الذهب. افضل استثمارين: السبائك والجنيه الذهب. في اتفاقيه برضو هتاثر على الدولار، زي احنا بدنا وبين روسيا هنصدر لهم غاز وصدروا لنا قمح. فاللي جاري اليومين دول ان اوروبا الحليف الاستراتيجي لامريكا مش هتستورد مننا غاز ومش هتطلب مننا الغاز، وطبعا دي حاجه تضايق مصر. فكويس ان في اتجاه سياسي للتعامل مع روسيا. روسيا عايزه تموت الدولار، والصين والهند والبرازيل، فطبعا ده كله هيأثر على الدولار. بس لغايه دلوقتي في ارتباط جامد بين كل المنتجات وكل الافرع وكل النواحي الاقتصاديه وبين الدولار. لما الزراعه دي تتقطع امريكا هتقع باذن الله. انصح بالشراء الذهب اوقات الانخفاض، ان انا اعمل حسابي على 50% من فلوسي تكون في الذهب. انخفض شويه اشتري، ما انخفضش تاني استنى، ممكن يطلع.
عند كل انخفاض وكل نقط انخفاض في السوق اشتري ذهب، واعمل حسابي ان انا هصبر سنه، ما انا ممكن اشتريه ينزل 10 جنيه وبعدين ينزل 20 جنيه، فده فتره مؤقته، فتره ان مفيش مواسم اعياد زي رمضان، مفيش وقت شراء افراح واعياد. يعني نسبه التضخم عندنا بتاثر، فبيبقى في انخفاضات. لكن انا وقت الانخفاض بشتري، وبشتري بجزء من فلوسي اللي هي عامل حسابي ان 50% في الذهب و30% في الاسهم. لو 20% بقى في الشهادات او في العقارات مش مشكله. لكن ارجع واقول ان الذهب والدولارات اسرع حاجتين في التسييل. ممكن تيجي مصلحه، تيجي مشروع، لكن العقار ممكن ياخد وقت، ممكن سعره يقل. فانا بنصح بالذهب وبنصح بالدولار الفتره السنتين الثلاثه اللي احنا جايين فيها، لكن الامن الذهب. واحد باعت لي انا بعد ما اشتريت الذهب بساعتين نزل 20 جنيه الجرام ومش. طب ما هو نزل 20 جنيه، دي طفرات مؤقته. غير النسبه، شوف في البورصه قلنا 16 ضعف، يعني 16 عمليه شراء قصاد عمليه بيع واحده. يعني في اتجاه العام للشراء، فانزل اشتري. مستني ايه؟ مش هينزل تاني. ولو نزل، المعدل الطبيعي بتاعه ان في نص السنه خلاص الفيدرالي مش قادر عمل 25 نقطه، ممكن ما يزودش الفايده في نص ستة، يبقى في شهر خمسة برضو سعر هينزل. لكن في شهر ستة لو عملوا الفايدة عالية، لكن التوقعات الأساسية نص ستة الذهب هينخفض شوية قبليها وبعد حسب البنك الفيدرالي. لكن المؤكد ان في اوائل 2024 الذهب سعره هيضرب ويعدي ال 2300 لأونصة الذهب. فانا دي اوقات شراء، ما اضمنش اللي جاي، وما اضمنش الذهب هيوصل لكام، مش هينزل لكام. لكن ممكن الدولار هيطلع كام، هينزل كام، لا. لكن في الذهب دي مش موجودة. انا مش عارف الذهب هيوصل لكام، لكن عارف الدولار الرينج بتاعه حسب التضخم، حسب الفايدة بتاعت امريكا، احنا مرتبطين بالدولار. ولغاية ما الدول تفك الاشتباك مع الدولار هيفضل الدولار هو المسيطر. فاحنا في مرحلة هجين مستنيين الفرصة، وكل دول العالم مستنية الفرصة. احنا زي السيد والعبد، الدولار هو المسيطر. اول ما نفك اللجام بتاع الدولار خلاص كل الدول هتستقر، واحنا نتجه لمشروعات داخليه في بلدنا، مشروعات انتاجيه. الحاجات اللي بنستوردها نقللها. ده الميزان ده هو اللي بيحافظ على العمله بتاعتنا ويحافظ على قوه البلد. الصين مش عايزه الدولار ينزل، لا عايزاه يعلى عشان عملتها تقل عشان تصدر اكتر. يبقى الهدف الاساسي بتاع دوله الصين والمحافظه على بقائها ان هي عايزه تصدر اكتر لارتباطها بالدولار، لكن هي نفسها ما تبقاش مرتبطه بالدولار. يبقى احنا نفس القصه، نبص للتصدير، نساعد المستثمرين، نخفف العقبات قدامهم. لو عايزين سيوله، افراج عن البضائع، لازم نساعد الاقتصاد الداخلي. هو ده اللي هيخلينا نقدر نتغلب على الدولار وعلى اي حاجه. وارجع واقول خلينا في الذهب، استثمار امن في الفتره اللي احنا فيها، وبنسبه 50% من فلوسك. واشتري عند كل انخفاض، كل ما ينخفض شويه اشتري ب 20% ذهب، انخفض تاني اشتري ب 10% ذهب. طلع مش خسران حاجه، يبقى انا حطيت فلوسي في الذهب، وعارف ان 2024 يعني كمان 7 اشهر 8 اشهر 10 اشهر الذهب ممكن يتضاعف مره ونص مرتين، ده على اقل تقدير. لو انت متمكن وتقدر تتعامل في الذهب عن طريق البورصه، عن طريق بالذات السندات الامريكيه في الذهب، فانت كده هتتعامل زي البورصه. لما السعر يعلى تبيع، لما السعر يقل تشتري. ده استثمار سريع في الذهب. ومش هنخش في قصه بقى مصنعيه وعموله، لا ده زي اسهم. فانت لو تقدر تتعامل في القصه دي فدي اقوى استثمار في الذهب. ما تقدرش يبقى عندك السبائك وعندك الجنيهات. وبقول تاني انا مش هاخد بيان اسعار من التاجر، انا هاخد فاتوره ضريبيه مكتوب عليها عدد الجرامات. وحبذا لو كان جرام الجنيه الذهب مغلف او السبيكه مغلفه، لان نسبه الاسترداد بتبقى عاليه في الحاله ديت. معلومه بضيفها عن الفضه لان ليها علاقه بالذهب. الذهب لما بيزيد الفضه بتزيد، وبتزيد اسرع واكتر. والذهب لما بيقل الفضه بتقل واسرع واكتر. ومتوقع لان الفضه بتحط فيها سعرها بيبقى قليل، فبتحط فيها مبلغ بيزيد
اكتر من الذهب. لكن الذهب طبعا هو ايه اللي اتحط فيه الكتله، لكن لا مانع ان انا احط في الفضه، استثمر في الفضه، والفضه ليها مستقبل. حتى لو انت مثلا بنتكلم في البورصه بنقول اشتري اسهم رخيصه ومضمونه كتيره. انا عامل فيديو فيه 20 سهم. 20 سهم ده رخيص، السهم بجنيه وباتنين جنيه، وعايز اقول لك ان الفايده بتاعته بتبقى 10%، اللي هو صرف العائد الكوبونات بتاعته بتبقى زيها زي البنك، غير ان السهم سعره بيزيد واسهم مضمونه وشركات ليها تاريخ. فايه المانع ان انا اشتري حاجه رخيصه بس انوع، ما ركزش في سهم واحد ممكن يحصل له ظرف في 19 سهم، اوزع عليهم الفلوس. يبقى نفس الكلام، اعتبر ان الفضه زي اسهم ديت، بل هي امن واحسن. انزل اشتري ذهب دلوقتي، دلوقتي ومناسب للشراء. حتى لو في ارتفاعات طفيفه، هتبقى في ارتفاعات جامده بعد كده. انا قدمت لكم في الفيديو دي معلومات قيمه جدا. قناه مسك الخدمات الافراد والتجار، كل ما اتمناه الاشتراك في القناه، لان انا داخل في 700 مشترك. فاتمنى ان انا اكون بفيدكم باي معلومه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.